ألو. أهلا. كيفك؟ تمام. شو صار لك فترة متغير علي، شو السبب؟ ماني متغير عليكي ولا شيء. لا متغير علي، انت كنت كل الوقت تدقلي وتطمن عني وتحكي معي، ما كانت تروح دقيقة وانت معك معي فيها. شو السبب يلي ما يخليك تحكي معي؟ لا ما في شيء، بس انشغلت شوي. لا مو قصة شغل، انت وقت كنت تكون تحت الشغل كنت تحكي معي وكل ثانية وتسأل عني. يا بنت الناس، انت ببلد وانا ببلد، نحنا ما فينا نكفي مع بعض. اها، هلأ صرت تحكي هيك؟ هلأ تذكرت انه كل واحد مننا ببلد؟ ايه هلا اتذكرت، لانه ما عم بحسن وصل لعندك وجي واخذك. طيب وقلبي ومشاعري وحبي؟ كله بيتعوض والله رح يبعتلك الاحسن. بعد 2 حب كيف بدك تروح وتتركني؟ كيف بدي احسن بلاك؟ فيكي تحسني بلاي وفيكي تتعودي على غيابي. لو ما انا ملاقي احسن مني ما كانت تركتني، مستحيل تلاقي وحدة تحبك اكتر ما انا بحبها. لك يا نكدية لا عاد تحكي هيك، انا بحبك بس ما عاد فينا نكفي مع بعض. لا بالعكس، لو مو ملاقي حدا ما كنت مشيت، لو ما في حدا معبي مكاني هيك ما كنت استغنيت هيك بكل سهولة. أنا لو ما بحبك ما كنت ضليت معك لهلا، ووفيت معك بكل شيء، كنت تركتك من زمان، بس ما عاد يطلع بإيدي شيء. بس الحب مو بالمدة، الحب بالمواقف والأفعال مو بالأقوال، مثل ما أنت عملت كله كان حكي، كله كان كذب. هذا يلي طلع معك بعد كل هالحب اللي حبيتك يا؟ أنا حب عم تحكي إنه تتركني بنص الطريق؟ قلتلك لأنه ما عاد فيني أعمل شيء، افهمي علي. خلص لا تعمل شيء، الجواب وصلني، الله ييسر لك ويبعث لك أحسن مني. طيب ركزي معي شوي. لا عاد تحكي معي أبدا، وهذا الرقم تنساه وسلام.